كيف المباراة اليوم؟ بإذن الله منصورين بإذن الله. المباراة صعبة عاد. صعبة وما في مشكلة، صعبة على الجهتين يعني، مش صعبة على سوريا برضه، يعني صعبة يعني بإذن الله 2-1. عدد المرات اللي هزمنا فيها الأردن 10 مرات، يعني تاريخنا أقوى بالنسبة لانتصاراتنا على الأردن، وبإذن الله ننتصر على الأردن إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله ما مباراة. السوريون يظهرون وقت الشدائد. بترعب لأنه مباراة قوية كثير، بس إن شاء الله يا رب نطلع يا رب منتصرين بإذن الله تعالى، بس نعوض خسارتنا مع اليابان بس ما بدنا شيء. يقولوا أحسن منتخب الآن المنتخب الأردني في الأداء والمدرب. حكي ما في شيء أحسن من شيء، بالعكس رجال سوريا ما شاء الله بيضوا وشنا وكانوا يعني رجال عن جد قد وقدود يعني. لك سوريا بلدنا والعروب بدمنا، سوريا بلدنا والعروب بدمنا. اليوم راح يكون باب الحاره مقفل قدام اللعيبه الاردنيه. شلون؟ وان شاء الله نوكلهم كنافه سوريا بيحبوها. على القمه العربيه ان شاء الله سوريا، ونتمنى انه السعوديه تفوز على اليابان ونفوز 2-1 ونطلع فريقين عربيين ان شاء الله، لقاء عربي لانه انظلمنا احنا، الله مع المظلوم مش مع طالب. مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير، الله يمسيكم بالخير الله يمسيكم بالخير. ما في تنسيق بين الدفاع وبين الحارس، كأنهم أول مرة بيلعبوا مع بعض، واحد بيهجم وواحد اثنين بيهجموا على الطابة، بالآخر بتفوت بالجول. مرتين الهدفين اللي فاتوا فينا هن نتيجة خطأ دفاعي وخطأ خروج من البطولة حزين. طبعا حرام هالجمهور هذا كله يزعل. يا حيف على التشجيع شجعناهم اياه، بالاخير مشان اخطاء بسيطه نضيع وضيعونا. حسبي الله ونعم. ما قدرتوا تجاروا المنتخب، لكن المنتخب الاردني قسما بالله اول نص ساعه خايف مرعوب مننا، بس المشكله اخطاء دفاعيه ضيعتنا، والله العظيم خايف مننا كان المنتخب الاردني. 60 ضرب الزاويه، نحن فريقنا فريق السوري 60 ضرب الزاويه ولا لاعب ما بيضرب راس. على اي خطه عم يلعب؟ منين جايب اللعيب؟ ما في لاعب يضرب راس. 60 زاويه. اليوم بانفسكم ضيعتوا النتيجه. نعم نحن خطا منا، عنده لاعبين شينكو عبد الفتاح اخا، ليش ما بدخلهم؟ ليه ما يدخل؟ انت عم تلعب على الفوز يا اخي، نحن ما عندنا غير الفوز، ليش انت عم تلعب على الدفاع؟ كنا نتوقع ان سوريا بتكمل للدور. بس اللي ده الاتحاد السوري بيصير عنده فريق وبيجيب لعيبه من كويسين، بعدين يصير عندنا نحن فريق. تيتا ما بيتحمل، مع احترام الشخصي لكل الجماهير، اللي بيتحمل مصعب بلحوس وعلي دياب وفراس اسماعيل من قدامهم، هيدول الثلاثه اذا بيلعبوا اخذت واحد خلوهم يلعبوا ليبرو عند النادي الاردني، مش عنا، حرام يلعبوا اصلا. مفاجأة خروج سوريا من لا مو مفاجأة، تستعد قبل 15 يوم وتقول لي مفاجأة؟ لا، المفروض منك تستعد قبل 4 شهور 5 شهور 6 شهور، مو قبل 15 يوم تستعد وتيجي تقول لي مفاجأة. العظيم ادى افضل مما يكون، هاي شغله ثانيه. خسرنا الرياضه فوز وخساره عادي، منتخبنا كان كويس، بس منتخب الاردني بهالمباراه كان عم بيلعب. التكتيك اللي لعبتوه في البدايه نفسه هو التكتيك الان؟ لا اكيد لا. نحن اللي اسمع اخطائنا الدفاعيه كلها طلعت اليوم. اخطائنا الدفاعيه كلها طلعت اليوم. للاسف. هذا خروج مستحق لسوريا؟ لا مش مستحق، والله نحن نستاهل نلعب الدور الثاني. منتخبنا نلعب صح، منتخبنا نلعب 100%. بالشوط الاول اخطاء منكم، اخطاء دفاعيه على دياب رقم 3 وضيع المباراه، والحكم اخر شيء ضيع المباراه.